نهار ثالث عيد كنا جالسين في الصالون، حتى هذيك بنت اختي وهي تغوت، عرفنا باش تبلينا. درت عندها قلت لها لاباس شنو واقع؟ قالت لي دوده 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 دوده. قلت لها وين على دوده؟ كيد نساء مع شهرزاد. الجميلات ديالي، هانا رجعت معكم في الجزء الثاني كيف ما وعدتكم. جزء اللي غادي يكون مشحر، وهذاك الشيء اللي غادي يوقع فيه ما يخطرش نهائيا على البال. المقرصات المجبدات خاصكم ضروري تجلسوا وتصنتوا ليا لهذا الشيء، وكيف العاده وكيف ما مولفين لي التعاليق ديالكم ما تبخلوش عليا بهم، واكيد خليو ليا اللايكات ديالكم، راه فاش ما كنفكركمش كتنساوهم ليا البنات. شهرزاد ايوا برعوني باللايكات. بالنسبه للجزء الاول ديال القصه اللي ما شافوش، بالنسبه للناس اليوتيوب في قناه قصتي حكايه غادي يلقاو رابط الجزء الاول في اول تعليق. الناس ديال الانستغرام اللي هو شهرزاد حكايه غادي يلقاو الجزء الاول قبل من هذا الجزء في الصفحه الرسميه ديالي. اما بالنسبه للناس ديال الفيسبوك، الصفحه ديالي هي قصتي حكايه. غادي يلقاو الجزء الاول غادي يلقاو في الصفحه الرسميه اللي هي قصتي حكايه، وغادي نخلي لكم في لي كومونتير، غنخلي لكم الرابط راه غير وركوا عليه، راه كيكون رابط ديال الفيسبوك ماشي ديال اليوتيوب بالنسبه للناس اللي ما كتكونش عندهم هكا ما كيكونش عندهم الويفي في الدار. المهم الغزالات ما نزيدش نطول عليكم وندخلوا مباشره في الجزء الثاني ديالنا. درت عندها قلت لها لاباس شنو واقع؟ قالت لي دوده 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 دوده. قلت لها وين على دوده؟ منين جات دوده؟ ايوا طلعت كتبان لي فعلا دوده، ولكن واخا كاع تكون ما غديرش هذيك الفضيحه لدرجه الرجال اللي كانوا جالسين في واحد الصالون اخر نهضوا جايين عندنا، يعني كيقولوا مال هادو، يعني ولو يكون ما نعرف طبه واخا تكون بنت ما نعرف شكون ما ديرش هكاك. ايوا انا ما رضيتش وما عجبنيش الحال، وقلت لهم الدار يلا تخملات. منين جات هادي نقزات عكوستي وقالت لي شوفي يا بنيتي هذاك راه تقدر غير هكا شي فاكهه ولا شي حاجه عادي. قالت لي زعما ما تسوقيش. ايوا حنا باقي جالسين حتى السيده زقات زقيه وحده وعاوتاني غوتات، وهي تقول لنا شوفوا هذاك الصالون كانت عندي فيه زربيه رباطيه كبيره من القنت حتى للقنت ومخشيه تحت من السدادر، ولكن يعني في الاخر تسداري محبوسه الزربيه. هي بان لي الدود خارج من هذاك الجرب ديال السداري وغادي. عرفتوا انا فاش شفت هذاك المنظر راه لحمي شوك عليا، كنقول اويلي منين جا هاد الشيء؟ اويلي الدود في صالوني ما يمكنش. انا ناضت وبدات كتنقز وكتقول لهم احقا تغيلفت وباغا نمشي للحمام وباغا تقيا وما نعرف. وجاو الرجال واحد الفضيحه. انا كل لقيت الارض تشق وندخل فيها كنت دخلت البنات. ما رضيتش وما عمرني كان كيسحب ليا ان نلقى الدود في صالوني، كان كيسحب لي انا غير شي 2-3 ما عرفاش منين. ايوا ديك الساعه عيطت البنات ناضوا كاملين، عيطت البنات الهزه اللي غادي يهزوا السداري. ترى عرفتي شنو لقاو عرام ديال الدود، عرام كثير. انا تما تصدمت، راجلي بقى غير كيشوف فيا، واحد لوسي تصدم، كلشي بقى غير كيشوف. اولي منين جا هذاك الشيء؟ المهم البنات هذيك الساعه كاملين هزوا الزربيه طلعوها نيشه للفوق، خرجوا الصالون، لويساتي عيالات الواسي كلشي كنخرج للجرده لتحت وانا بقيت لداخل. المهم بقيت كنسيق في هذاك الشيء ونجمع وانا ما راضياش، وحسيت عرفتي راه كل لقيت البنات راه قلت لكم الارض تشق وندخل فيها الارض تشق، وكل شويه كندور عند البنات وكنقول لهم منين جا هذا الشيء؟ كيقول لي ما عرفناش راه حنا يلاه خمنا، وخاصه البنت اللي عندي كتقول يلاه خمنا منين جا هذا الشيء؟ كنقولها ما عرفتش عرفتي لحمي بورش عليا. المهم سيقنا هذاك الشيء، هذاك الصالون كامل تهز. دخل عندي راجلي قال لي هزي الزمر كامل، يعني الدار كامله. تخيلوا كيف سالاو الصالون مشاو هزوا الصالون الاخر كيلقاو الدنيا نقيه، هزوا الصالون الاخر كيلقاو راه من الغبره تحت من السدادر ما كانتش، هزوا الصالون الاخر كيلقاو الدنيا نقيه. دخلوا الكوزينه عرفتي داك النهار كامل هما مساكن كيدوروا يقلبوا من غير هذاك الصالون الدنيا كامله نقيه كامله. المهم انا خرجت عندهم وقلت لهم سمحوا لي راه ما عرفتش كيفاش وقع هذا الشيء. نقزت واحد مرتلوسي وقالت لي ويلي، قالت لي انت مولات نقاو الشقه، قالت لي راه غتكون غير شي حاجه طاحت للدراري
وما شافوها زعما هكا شي فاكهه شي عجب. قلت لها اختي داكشي راه ماشي قياس فاكهه، داكشي راه كثير. قالت لي والله اختي ما عرفت زعما صراحه. قلت لها ما عندي ما نقول لكم، ما عرفتش. وحتى الريحه راه ما كانش الصراحه، الريحه زعما شي ريحه خنزه ما كانتش. يمكن واش حيت كنحل، واش حيت كنبخر، واش حيت ديما الروايح وداكشي، ما عرفتش البنات. المهم بقاو عليا بداو عرفتي شي واحد اللي كيحس بك انك انت محروجه وكيبقى يصبر فيك وكتولي كتحرجي اكثر. هذاك الشيء اللي وقع ليا، كلشي كيقول لي لا وراه كتوقع وما ديريش في بالك وراه عادي وراه هادي وراه هادي. المهم دوزو عندي تقريبا واحد اليومين من مورا هذاك النهار. من بعد كانوا تفرتكو مشاو لديورهم، انا ما بغاش تصرت ليا. تخيلوا ما خليت انترنت قلبت فيها، ما خليتش شي بلاصه. كلشي كيقول لي زعما كون كانت كوزينه ممكن، ولكن صالون موقر منين غيجي الدود؟ ما يمكن زعما منين شي حاجه اللي ما هياش. راجلي شنو نقول لكم، دار لي نهار وقال لي واش انا جايب لك العيالات للدار باش ديري لي هذه الفضيحه وشنو غيقولوا عليا. قلت لهم راه هما كاملين تفهموا الموضوع والدار راك شتيها بعينيك راها نقيه. ياك دخلتي شحال من مره وشفتي الصالونات كاملين ما فيهم حتى شي حاجه. قلت له شي حاجه هذه ما عرفتش شنو هي. قال لي لا وداري انا ما تكونش فيها الدود واش اخر ايام يبداو يضحكوا عليا. قلت له راه غير خوتك اللي كاينين. قال لي ولو ماشي انا داري اللي تكون فيها الدود. وفعلا راه واحد المنظر راه كارثي بامتياز. وانا كنت عارفه ان عيالات الواسع غيبداو يدوروا، هذا يقولها لهذا وهذا يقولها لهذا وهذا يقولها لهذا، واخا يقولوا لهم راه السيده نقيه، ولكن كيفاش نقيه وعندها الدود في الصالون؟ هذه راه مساله اللي ما كتخطرش على البال. ايوا مرض ديال بصح فيها. وفي هذوك الايامات كان جاني البرد، ما عرفتو كورونا ما عرفتو برد، طاح طيحه وحده. راه صافي كنت كنقول هذه هي الموت، جمعت عليا الفقصه والعيا وكل شيء مجموع. المهم كانوا كيجيو وكيطلعوا عليا حتى لواحد النهار غادي تجي عندي واحد مرت لوسي وغادي تقول لي شوفي زكيه انا اختي سكت حتى سكت وما بغيتش نجبد الصداع وماشي من النوع اللي فيا توصل الهضره، ولكن اختي زكيه راه بغيت نقول لك شي كلام. قالت لي انا ما مأكداش منه، ولكن راه هادشي اللي وقع ماشي طبيعي. راه ماشي طبيعي الدود يكون في واحد المنطقه معينه وتكون نقيه ومقره. ما يمكنش صاحبتي. قلت لها راه داكشي حتى انا اللي كنقول. قالت لي وسمعيني نقول لك. قالت لي انا ديك النهار قالت لي كنت متكيه في الصالون الفلاني. هذا الصالون عندي انا المهم هذاك ليطاج كامل صالونات وكل شيء محلول. كاينين الصالونات اللي شي كيشوف في شي، وكاينين الصالونات اللي كيكونوا زعما في نفس الخط ما كيشوفوش فيهم. هي هاد الصالون اللي وقع فيه المشكل هي كانت في الصالون اللي حداه، يعني ما يمكن ليهاش تشوفوا. بالحق ربي الحبيب فاش كيبغي يفضح شي واحد كيفضحو. كانت اونفاس معاها واحد الباب كبير كيخرج للجرده، وهذاك الباب كان اونفاس حتى للصالون. وهذيك الساعه اللي هي كانت متكيه قالت لي ميقات المغرب، يعني بدا كيظلم الحال. قالت لي انا الله بغيت نوض باش نخرج عندكم للجرده. قالت لي شفت في هذاك الباب باش نشوفكم شنو كديروا. قالت لي حتى كيبان لي صافي الظلام، يعني الداخل ولات مرايه كنشوف غير اللي في الصالون الداخل. قالت لي الهزه اللي غنهز كتبان لي سلوى. قلت لي يلا بغيت نمشي عندها باش نقول لها يلا نخرجوا عندهم. قالت لي وهي تبان لي حلات صاكها وجبدات واحد القرعه. قالت لي الفورمه ديالها بحال القرعه ديال الشرقي ديال الحليب الشرقي. قالت لي هذيك الفورمه. قالت لي جبداتها وتسكات وحطاتها حدا راسها. قالت لي انا ما عرفتش شنو كدير بها. شويه وهي عاوتاني تجلس سداتها. قلت لي ودخلتها لصاكها. قلت لي انا ما فهمت والو. قلت لي شنو طاح لي في بالي، قلت هادي ياك ما كترش لك شي حاجه. قلت لي ما بغيتش ندخل وما بغيتش نجبد الصداع، وقلت خليهم يدبروا راسهم. هذيك بنت اختها الخلا وجد لها هي وياها ندخل بيناتهم نسمع انا اللي ما مزياناش. قلت لي ولكن النهار اللي وقع هذاك الشيء في الصالون وبالضبط في هذاك القنص قلت لي تذكرت هذاك المنظر وقلت الا كان فعلا هذاك حليب راه هو اللي غادي يكون دود ليك وهو اللي دار لك هذيك الفضيحه. قالت لي والحليب مع هاد الصهد وانتي الصالون تبارك الله مشمش. قالت لي راه يومين 3 ايام غادي يدود وغادي لك هذيك الفضيحه. قالت لي شوفي، قالت لي هاد الهضره تبقى بيني وبينك وحتى الا بغيتي تخرجيها ما تجبدي سميتي. قالت لي خليني معاهم زعما كامله، خليني مع سلوى مزيانه حيت سلوى راه هي ولدات الاولاد راه ماشي باقا برهوشه. قالت لي زعما خليني معاها مزيانه منك ليها. قالت لي داكشي اللي شفتو قلتو لك حيت فعلا بقيتي فيا وما نقدرش نسكت عليه. عرفتونا فاش قالت لي هاد الهضره انا لو نموت وما نسمعهاش حسن ليا بحال طعناتني. عرفتي واحد براني يجي يقول لك بنت اختك دارت ليك يعني صافي تشوكيت وانا كنت مأكده انها هي. حيت ما يمكنش يكون هادشي كامل صدفه.
المهم هذيك الساعه بدا راسي كيدور كنقول اشنو غندير اسيدي ربي، اشنو غندير في هاد الكارثه. عرفتو صافي نقولها راجلي غيتقلق، يقولها الراجل غيصدق مطلقها. نقولها لعكوسي والله ما تعقل عليها، ما عندهاش مع هاد الشيء، وكتقول لك انا الحاجه اللي تجبد لي الصداع في العائله ما عندي ما نقدر بها. والله لا عقلت عليها، حيت انا كنت عزيزه عليها بزاف. راجلها حتى هو ما يعقلش عليها، حيت انا كنت مقطره ليه من العينين. شوفوا راه ديري الخير تلقاي الخير. بنادم فاش كتكوني معاه مزيانه وما عمر ما كيشوف عيبك، نهار اللي كيوقع لك شي مشكل كلشي كيوقف معاك. انا راه وقع لي داك المشكل وكلشي قلت لكم كيقول لي لا وراه انت زعما تبارك الله حادقه وانت هادي ويبقى فيك الحال وعادي. المهم صافي تلفت، شفت هزيت راسي ومشيت عند امها. ايوا جلست وقلت لها دابا غتعيطي لبنتك. عيطت لبنتها جات كتشري، قالت لي امها شنو كاين؟ قلت لها ما نهضر تجي بنتك. جات البنت وانا نتفرقع عليهم، قلت لها دخلت عليك بالله سلوى قولي انا شنو درت لك؟ قالت لي لا خالتي ما درتي ليا والو. قلت لها سلوى، قلت لها كبرت بيك قلت لها كنتي صغيره كتنجي نهزك نكسيك ما نخلي فين نديك. نهار اللي قالوا لي عائله راجلي بغاو بنت الناس للزواج فكرت فيك نتيا، واخا كنتي صغيره وجيت تشاورت معاك كنتي بغيتي ودخلتك. قلت لها شنو درت؟ قلت لها قولي لي انا باش نقص عليك. كان نهار اللي كتولدي كنكبر بك قدام عائله راجلك، كان دائما كنردك الفوق. نهار اللي كتحتاجيني في اي حاجه كنقولها لك، كنوريك فاش كتكون عندك شي عراضه كنجي نوقف معاك. قلت لها انا اعطيني غير شي سبب مقنع اللي تشديني وطعنيني في ظهري. قالت لي علاش خالتي انا شنو درت لك؟ قلت لها سلوى سكتي ما تهضريش سلوى ما تهضريش. قالت لي لا. قلت لها شوفي ياك بغيتي تعرفي؟ قالت لي قلت لها وراه فلانه شافتك بعينيها شديتي الحليب شرقي. انا واخا زعما ما كنتش مأكده من ديك الساعه انا الحليب شرقي ولا لا، ولكن باش تاكد لها قلت لها شافتك شديتي الحليب قرعه الحليب شرقي وخويتيها ليا في الصالون وهذاك الشيء علاش دود ليا. قالت لي انا وبدات كتحلف وكتعطي راسها. قلت لها شوفي يا سلوى تزيدي معايا هضره وحده عليا بليمي اللي حلفوا به بنات الرجال الشلاغميه، يا حتى نهز راسي ونمشي عند عكوسي ونعاود ليها كل شيء، ونمشي عند راجلك ونعاود ليه. وانت راكي عارفه مزيان العكوزه شنو غادي دير وعارفه راجلك شنو غيدير. قالت لي لا وانا ما انا وهذه. ايوا هذيك الساعه هزيت التليفون ودوزت النمره ديال العكوزه. السيده خطفت لي التليفون من يديا وقطعات وقالت لي شوفي انا غنقول لك اللي كاين. قلت لها دوي. قالت لي انا راه بغيت نشرب الحليب وتخوى ليا. قلت لها الحليب وتخوالي؟ قلت لها دابا انا داري ما فيهاش الحليب اللي انتي غتجيب معاك الحليب من دارك هزاه في الصاك وخاويه ليا في الصالون. قلت لها نتيقه كون هزيتي الكاس من الكوزينه وجيتي شربتيه وطاح ليك. قلت لها انا كنقول لك السيده شافتك بعينيها حليتي الصاك وجبدتي قرعه الحليب وخويتيها ليا في الصالون، انت متقصده هذا الشيء. قالت لي لا من امها بدات كضرب في خاضها وكتقول لها ويلي يا بنت الحرام شنو درتي شنو بينك وبين خالتك وخالتك ما دوزات فينا غير الخير. عرفتو انا كنبكي. قلت لها انا شنو بقى فيا ان البراني جا عندي وكيشكي لي عليك انتي اللي بنت اختي وانتي اللي خاصك تحضي غيبتي وانتي اللي خاصك توقفي معايا وانتي كان قولي لي غير دخلت عليك بالله اشنو درت ليك. ما حنا مشاركين راجل، ما حنا مشاركين حتى حاجه. انتي راجلك ربي منسر ليه عايشه بخير وعلى خير، انا عايشه بخير وعلى خير كولي وناكل. شنو المشكل شنو هاد العقليه الزمر؟ قلت لها هاد العقليه الزمر. قالت لي وانا ويتنقز ما. قالت لي راه ما عندهاش العقل. قلت لها انا ما عنديش العقل. قلت لها ما عندهاش العقل ما تزوجيهاش اختي ما تزوجيهاش. انا بديت نبكي ديك الساعه عيطت لماما. جات ماما كتجري حضرت لكل شيء عاودت ليها. ماما بدات كضرب في خاضها، دارت في اختي ودارت في بنتها. قالت لهم قولوا لي اشنو هو المشكل دابا كون وقع شي اشكال كبير وكون مثلا قالت لي دابا اشنو غدير؟ تمشي تفضحك تجبد لك صداع شنو غدير؟ ماما بدات كتطلب فيا وكتقول لي يا بنيتي الله يرضي عليك هادشي يبقى هنا. قلت لها ماما انا كنت باغا نجبد لهاد بطل الحرام صداع راه ما نجيش، راه كنت ديت هذيك مرت لوسي عند عكوستي ونفضح امها وتشوف هذيك الساعه شنو غيوقع عليها. وهي تبقى الاخرى كتبكي وقالت لي لا خالتي وانا ما خالتي وانا هادي. المهم الاخرى جمعت راسها ومشات. انا بداو كيصبروا فيا تما. نقزت واحد اختي اللي كانت جات حتى هي وقالت لي شوفي، قالت لي انا غادي نجيك نيشان. قالت لي البرهوشه مازال صغيره وتقدر تكون غارت. قلت لها مناش غتغير هي تبارك الله باقا صغيره وزينه. انا راه كبرت انا راه شرفت ماشي كبرت. قلت لها زعما مناش غتغير مناش راجلها ما نقولوش لا فقير راجلها حتى هو مسك عليه الله خدام مزيان بخيرو بخميرو والده وليداتها شنو المشكل؟ قالت لي وشوفي علاقتك سبيسيال مع عكوستك ومع عائله راجلك وكل شيء كيعاود عليك. قالت لي تقدر تكون غارس من هذه النقطه. قالت لي المهم هذه دير لك العقل مره اخرى وما عمرك ديري الثقه في شي واحد.
ايوا واش غنقول لكم، كويتها في قلبي وسكت ومشيت لداري وما عندي ما نديرش. غندير بنت اختي هذيك نجبد الصداع، انا عارفه راه والله ما يدوزوها ليها. ايوا قلت حسبي الله ونعم الوكيل. ايوا واش غادي نقول لكم، من مورا هادشي ماشي بزاف. تخيلوا معايا كلشي ساق الخبار. ومنين؟ من هذيك مرت لوسي اللي جات قالتها ليا. هذيك مرت لوسي علم الله لما قالتها، وانتم راكم عارفين كنتي تقولي وعندك تقولي، وهذا كيقول لهذا وكيقولي عندك تقول، وهذا كيقول لهذا وكيقولي عندك تقول، حتى كلشي ساق الخبار. وعقول عيطات عليا وقالت زعما كدوي معايا على اساس انني انا ما عارفاش. قالت لي يا بنيتي، قالت لي انا بغيت نقول لك واحد الحاجه وراه خصك تقلقي، ما خصك تقلقي. قلت لها شنو خالتي؟ قالت لي راه وصلتني واحد الهضره وراه بقى فيا الحال وبنت الحرام. انا كيف؟ قالت لي بنت الحرام عرفت على من كدوي. قلت لها شوفي خالتي، هذاك الموضوع انا سديته وصافي، غير جمعوا توي. قلت لها الدريه راه مازال صغيره. قالت لي ما صغيراش، واللي صغير ما يتزوجش، وهذيك فاعله وهذيك تاركه والله. قلت لها خالتي على وجهي انا خليها صافي، جمعوا الموضوع وسدوه، راه وليداتها مازال صغار وبركه من المشاكل والصداعات، خلينا بحال هكا. قلت لها بلا ما حتى واحد يساق الخبار. قالت لي كلشي بنيتي ساق الخبار. قلت لي كلشي عارف. ايوا تما ولاو كيعيطوا عليا وحده من مورا وحده وكيقول لي صبري وليك الله وحنا عرفنا على حقيقتها. انا ما نكذبش عليكم، ما نقولش لكم ما فرحت، حيت على الاقل تعرف كل واحد على حقيقته وماشي بسببي، بسبب شي واحد اللي لحد الان المهم ما بغاوش يقولوا. لكن انا عارفه الهضره منين خرجت، حيت الاخرى قالتها لي انا، الله اعلم لمن قالتها، وهذاك اللي قالتها ليه ولا هي بقات كدور وكتقولها ليهم الله اعلم. المهم هذاك اللي قالتها لي قالها لكلشي. هذيك بنت اختي كانوا وقعوا ليها فعلا مشاكل مع راجلها وما عجبوش الحال، وقال لها علاش درتي هذا الشيء، وهي بقات كدير ليه في الحجاج وكتحلف وكتعطي راسها وكتقول انا غير تخوى لي الحليب. قال لها تخوى لك الحليب جمعيه جفيه. قالت لي لا انا راه جففت هذاك الشيء اللي حدايا، يعني درت الفوطه هكا ومسحته، ولكن ما سحابليش لهذيك الدرجه تخوى الحليب. المهم هي بقات كتكتب عليهم، ولكن كلهم كانوا عارفوا الحقيقه واشنو فيها. انا المهم اليوم جيت نعاود لكم هذه القصه اولا باش تردوا البال من القريب قبل من البعيد. دائما ردي بالك، وخاصه الا كنتي انسانه محبوبه وعزيزه على كل شيء ودرويشه، ردي بالك بزاف. بعض المرات الناس اللي كنعتبروهم حباب وصحاب كيكونوا هما العديان الحقيقيين. ثاني حاجه اللي نوصيكم بها هي ديري الخير تلقايه. حيت انا لو مثلا كنت شي وحده اللي خايبه كان كلشي غيتشفى فيا في هذيك الساعه، وحتى في الوقت اللي تعرف هذه القضيه حتى حد ما غيجري معاك وغيقولوا انك انت يا راه ما نعرف شنو درتي. بالحق انا العكس، يعني الوقت اللي وقع المشكل كلشي وقف معايا، ومن بعد فاش ساقوا الخبار كلشي وقف معايا. مهم حتى حاجه ما خسرتها، هي اللي خسرت راسها بهذاك التصرف اللي دارت. واليوم فاش كنجمعوا كاملين هي ما كتقدرش تجي حيت ما بقاتش قاده انها تجمع معنا كاملين. واليوم هي اللي مكرفسه وهي اللي معذبه راجلها كيجي وهي كتبقى في دارها. انا الحمد لله سيدي ربي نصرني، وهي سيدي ربي خرج فيها. وكيف ما كنقولوا كل واحد كيخلصو سيدي ربي على قد نيته. الحسوله الغزالات هنا سالت القصه ديالنا. ما تنساوش خليو الاراء والتعليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش طبعا من التعاليق الزوينه ديالكم. ما بقى ليا الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم. كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.